اليوم جيت نتحاور معكم في واحد الموضوع مهم بزاف ومتاكده غيقيس كل وحده فيكم. حيت في الفيديو الفايت هضرنا على كيفاش تحيدي العجز وتبداي اهدافك باللي موجود عندك، ولكن بزاف منا كيوقع عليهم واحد المشكل. كتبداي النهار الاول والنهار الثاني بحماس وطاقه كبيره، والنهار الثالث كيبدا يطفى هذاك الحماس وتلقاي راسك رجعتي للعجز ديال ديما. اجي نعرفوا علاش هادشي كيوقع لبزاف منا. لانك اختي كتكثري على راسك من الدقه الاولى. كوني على يقين العقل ديالنا كيعجز وما كيبغيش التغيير الكبير الصعيب. والسر باش تستمري وما تحبسيش هو قاعده ديال الدقائق القليله. ماشي ضروري ديري مجهود كبير من اول نهار. بغيتي مثلا تبداي تقراي كتوبه، ما تقوليش غنقرا ساعه، قولي غنقرا غير 5 ديال الدقائق في النهار بركه. بغيتي ديري الرياضه، ديري غير 10 ديال الدقائق في الدار وباللي موجود عندك. بغيتي تعلمي مثلا شي حاجه جديده، شوفي غير فيديو واحد قصير في النهار. المهم هو داك شويه يدير يدك في الحاجه وتولفيها، ومع الوقت غتلقاي راسك كتزيدي راسك وبلاكس. الخطوه الصغيره ديال كل نهار هي اللي كدير الفرق الكبير من بعد. نوضي دابا، شوفي شنو الحاجه اللي بغيتي ديريها وعطيها غير 5 ديال الدقائق من وقتك وتفكري. شاركوني في التعليقات شنو هي الحاجه اللي كتعجزوا تكملوها، وما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه باش يوصلكم الفيديو الجاي ان شاء الله. شكرا لكم على متابعه الفيديو، تبارك الله عليكم.